مرحبا، شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين ومرتاحين ودوم بخير وسلامة. اليوم حسوي لكم هذا توت اسمه توت الاسود بلاك بيري. عندنا اعتقد اسمه التوت الاسود، فطيرة التوت الاسود. اليوم حسوي لكم اياها. طبعا انا اجيب هذا عجينة اليوم جاهزة وحسويها، وهاي طبعا بداخلها هاي 2 وهي جاهزة، مجرد بس تشوفوها وتسووها. واذا تريدون العجينه ما انتو تسووها، هسه احط لكم الرابط اللي انا سويته ابل باي مره يعني ما تفاح، فطيره التفاح هي نفس العجينه بس انتو تغيرون بالمربى. وياي اشوفكم طريقه العمل. اجي اول شي طلعتهن من الكيس، وبعدين اجي هذا قالب جاهز انا مال فطائر اشتري جاهز يعني. تفتحون العجينه، وهسه أصدقائي فتحت العجينة أحطها بالقالب. مجرد ما أفرشها يعني بالقالب أرتبها، والقالب دهنته شوية زبد وأرتبها بحيث أضغط على الحافة مالتها. ويعني هي كلش هاي يمكن تاخذ 5 دقايق بس ترتيبها، وتحطوها بالفرن إذا عندكم ضيوف على غفلة يجون وتقدرون تسووها. ومثل ما قلت لكم حاحط لكم رابط العجينة اللي أنا سويتها بيدي بهذا الفيديو بصندوق الوصف إذا حبيتوا تسوون العجينة أو ما عندكم هيك عجينة متوفرة بالأسواق. بس احنا عندنا الحمد لله يعني. فبعدين نحط المربى. وهسه أصدقائي فرشتها بهذا الشكل. هسه أجيب المربى أفرشها عليها. ومربى طبعا أصدقائي أي نوع مربى تحبون والكمية تريدوها حسب رغبتكم نفرشها كلها، نساويها على العجينة، نرتبها بهذا الشكل. وطبعا احنا اذا يعني شفتوها قليلة حطوا بعد عادي أصدقائي، تقدرون تحطون بعد. هاي أصدقائي العجينة الثانية فتحتها، وهسه حاحاول أقصها بنفس العرض، يعني تقريبا مسافة بين قصة وقصة بقى أصدقائي. آخذ تقريبا سنتيمتر أو 2 سنتيم بين عجينة وعجينة. هاي أصدقائي سويتهن بهذا الشكل، نرتبهن نخلي مسافة بين وحدة ووحدة بهالشكل. بعدين نسوي مثل الضفيرة. هسه أصدقائي شو نسوي؟ نجي ناخذ بين وحدة ووحدة، ناخذهن للنص نرفعهن هيجي، ونجيب أنا قصتهن قلت لكم أحط شريحة من هاي العجينة، نرد ننزلها بهالشكل. وهسه شو نسوي؟ اللي ذني ما رفعناهن نرفعهن من جديد بهذا الشكل، وأجيب شريحة أخرى وهم أحطها، أرد أنزلها. المهم هاي الفكرة عندكم هسه كلش واضحة بهذا الشكل. هسه ذني اللي أخذتهن ما أرجع عليهن نفس الشي، هسه أرجع على هذه وهم أحط عجينة. وأصدقائي خل أخذ وحدة أصغر وأنزلها، حاول نوجه الأطراف نلصقها هيجي. وهسه نرفع ذني هاي النهايات، أحاول أخذ شي رفيع نفس هذه أو أقص منها شوية أصدقائي، ما أحتاج هذا الجزء. أقصها وأحطهن هكذا، وأرد ألزقها هيجي العجينة. وبعدين أرجع الجهة الثانية همينة أرفعها، أخذ عجينة أرد وأخليها للنهاية وهمينة هيجي. وأصدقائي تردون سووها هيجي بهالطريقة. هسه ذني نرفع ذني بالعكس اللي مشيناها بالبداية، وهم أحط عجينة أو شريحة مال عجينة، وأرجع العجينة هذه نفس ما كانت. هسه أخذ هاي آخر قطعة عندي وهم أقص هذه ما أحتاجها، أخلي هاي آخر قطعة هنا وأوصلها الأطراف
أرد أغطيها هيجي، وراح أرتب شكلها بالشكل يعني احنا نرتبها شلون ما كان، يعني بالشكل نريده، الذوق اللي نريده. ابقوا وياي الى ان اكملها وارجع لكم. وهاي اصدقائي كملناها، فجبت بيضة وحطيت عليها فانيلا باودر، وراح يعني امسح الوجه بالبيض حتى تطلع لونها كريسبي، واشغل الفرن على 350 فهرنهايت بما يعادل 180 مئوي، وما تاخذ يمكن ربع ساعة او اقل حسب انتو الفرن مالتكم. تابعوها وبعدين من تستوي من جوا شغلون الفرن من فوق، وهكذا. هسه من تصير راح اشوفكم شكلها النهائي. اي حاطيها رشة سمسم خفيفة، طبعا هذا سمسم محمص ويعطيها شكل حلو مرتب، وقبل ما احطها بالفرن، وراح احطها بالفرن واشوفكم شكلها النهائي. وهاي اصدقائي حبايبي المتابعين فطيرة التوت البري الاحمر او المربى يعني. هذا شكلها النهائي. اخذت بالفرن تقريبا 20 دقيقة تخبر، ريحتها قابة بالبيت. وطبعا اصدقاء انصحكم لا تقصقصوها، خلوها تبرد كلش تماما، يلا تقصقصوها. جربوها راح تعجبكم كلش. واذا عجبكم الفيديو سووا لايك واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل شيء جديد من عندي. وتحياتي لكم، مع الف الف سلامة اصدقائي.